لو بتدوري على اكلات سهله وسريعه في رمضان، الاكله دي هتنقذك في حله واحده وطعمها تحفه. هاتوا بقى نص كيلو صدور فراخ وقطعوها مكعبات، انزلوا عليها بمعلقه دبس رمان وكمان معلقه صلصه، انزلوا عليهم بقى بالتوابل ملح وبابريكا وفلفل اسود وكمان بهارات فراخ، وانزلوا عليهم كمان ببصل بودر وتوم بودر. مكسوا بقى الكلام ده كله مع بعضه او قلبوه كويس. حطوا بقى اي طاسه عندكم على النار وانزلوا عليها بشويه زيت، انزلوا بقى بالفراخ اللي احنا تبلناها في الزيت بتاعنا وهو سخن. كل اللي احنا عايزينه نعمل للفراخ صدمه بس مش هتدخل في التسويه خالص، علشان طبعا لسه هنحطها في الرز وهتستوي معاه. هاتوا بقى حله على النار وانزلوا فيها بشويه زيت، وانزلوا بقى ببصله كبيره مقطعينها مكعبات، شوحوا فيها بقى لغايه اما البصله تبقى شفافه. انزلوا عليهم بقى ب3 جزرات مقطعينها مكعبات، وكمان كوبايه بسله وفلفل الوان. انا عايزه اقول لكم ان نسبه الخضار دي بتديها طعم رهيب، وكمان اولادكم هيحبوها. انزلوا عليهم بقى بالتوابل الخاصه بتاعتي، ماجي وكركم وكاري وبابريكا وملح، وطبعا مش هنكتر في الملح عشان احنا حاطين ماجي. قلبوا بقى الكلام ده كله مع بعضه وانزلوا عليهم بالفراخ. بجد انا عايزه اقول لكم ان الريحه لوحدها جميله جدا. قلبوا بقى تقليبه كده الخضار مع الفراخ، وانزلوا عليهم بكيلو رز بسملتي مغسول كويس وكمان متصفي جدا. انزلوا عليها بقى بالميه لغايه اما تساوي الرز بالميه، يعني لو حطيتي صباعك بالظبط هتبقى زي عقله الصباع. واول لما يغلي هنهدي عليه النار وهنسيبه يستوي مع نفسه. بجد عايزه اقول لكم عن سرعه الاكله دي ما خدتش مني وقت، يعني لو جايه من الشغل متاخر او فاضل على الاذان ساعه فالاكله دي الحل في رمضان. شايفين الاكل عامل ازاي؟ بجد يفتح النفس. وكالعاده يا ساده ما تنسوش تصلوا على النبي واللايك الجميل.